نص الدستور المصري الجديد على إنشاء نيابة مدنية. يعني ايه؟ وهستفيد منها ازاي؟ عشان تعرف ازاي هتستفيد من النيابة المدنية لازم تعرف ان الدستور كفل للمواطن حق التقاضي. يعني انت لو ليك حق عند حد او حد بيدعي عليك حق ممكن تلجأ للمحكمة علشان تظهر الحقيقة. ولما بتلجأ للمحكمة في إجراءات كتير لازم تتم، زي إعلان الخصوم وتحضير المستندات وإثبات التوكيلات، وبعد كده يبدأ القاضي في سماع موضوع القضية. ولأن الإجراءات ديت منصوص عليها من زمان فما بتستخدمش الوسائل الحديثة، وبالتالي أكيد هتاخد وقت، والوقت الطويل ده يمكن يخليك تدور على حقك بطرق تانية. لكن مع النيابة المدنية فكل المشاكل دي هتتخلص منها في شهرين، لأن عضو النيابة هيتخصص بس في تحضير الدعوة، وهيستعمل كل الوسائل الممكنة بما فيها الوسائل الحديثة عشان إجراءات الدعوة تتم بسهولة ويسر. وفي سبيل كده ممكن يتواصل مع المحضرين عشان يتأكد من سلامة وسرعة إتمام الإعلان، ويتواصل مع الجهات الإدارية لتسهيل استخراج المستندات للمواطنين، وهيدلك على المستندات اللازمة عشان القضية تكون مقبولة أمام قاضي الحكم. وده هيوفر عليك أموال ووقت ومجهود كبير سواء في إعلان الدعوة أو تحضير المستندات. وكل الإجراءات دي هتتم خلال شهرين وبس، بعدها تتحال القضية لقاضي الحكم عشان يحكم فيها مباشرة من غير ما يفرض عضو النيابة على القاضي أي رأي، لأنه مش هيكتب تقرير في القضية، وده أكيد هيخفف على القاضي ويساعده على أداء عمله بسرعة وبدقة. وكل ده معناه إن النيابة المدنية هتوفر وقتك ومجهودك وأموالك، وكمان هتحصل على عدالة سريعة لأنها بتحقق سرعة في الإجراءات، وبالتالي سرعة فصل في القضايا، وده أكيد هيشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر. النيابة المدنية هتزود عدد القضاة من غير ما تكلف الدولة أي شيء، لأننا هنكونها من أعضاء هيئة قضايا الدولة اللي خرج منها عبد الحميد باشا بدوي، العلامة عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة، المستشار عوض المر رئيس المحكمة الدستورية العليا، الكاتب والأديب قاسم أمين، المستشار إدوار غالي الذهبي، المفكر محمد سليم العوة. وتكوينها من أعضاء هيئة قضايا الدولة هيحقق مزايا كتيرة جدا، لأن معظم أعضائها حاصلين على دكتوراه وماجستير ودبلومات في فروع القانون المختلفة، علاوة على ممارستهم للعمل القانوني في كافة تخصصاته. وتكوينها من أعضاء الهيئة هيوفر على الدولة أموال كتير، قيمة مرتبات أعضاء النيابة وموظفيها لأنها بالفعل مدفوعة لأعضاء هيئة قضايا الدولة. استخدام مقر الهيئة هيكفل للمواطن تقريب جهات التقاضي لأنها موجودة في كافة أنحاء الجمهورية، وهتستخدم كمحاكم ونيابات. وتشكيل النيابة المدنية بالطريقة دي هيختصر إجراءات التقاضي لأقصى حد، لأن هيتولى مهمة الدفاع عن كل وزارة أو مصلحة أعضاء الإدارة القانونية بكل جهة، وبالتالي هتقدم المستندات مباشرة دون حاجة إلى أي تأجيل. وده هيمكن مصر من استغلال طاقات قانونية لأقصى حد. علشان كده عملنا النيابة المدنية، وعملناها علشان مصلحة مصر.